الروشتة اللي معانا دي هي روشتة من العيار التقيل جدًا، ومن الحاجات برضه المتخصصة جدًا، بيطّلب فيها بعض الحاجات. ده دكتور تخصُّص أمراض نسا وتوليد. أكيد طالما مطلوب التحاليل دي اللي إحنا نبدأ نشرحها واحد ورا التاني، وممكن نقسّمها على أكتر من حلقة، وهناخدها برضه في الكورس المتخصص. التحاليل دي بتخُص إيه، وبتعمل إيه، وبنعملها إزاي، بنتابع بيها إيه كinterpretation وكده. الحالة دي أكيد حصل عندها إجهاض أكتر من مرّة، والدكاترة علشان تقدر تعمل حقن مجهري أو أطفال أنابيب، بتحتاج إن هي تطمن على الbase بتاعة الجسم أخبارها إيه، والحالة الصحية العامة للجسم. لأن هنا بيحصل بعض أمراض زي لخبطة في الهرمونات، أو في مشكلة في التجلطات، أو في العدوى اللي بتحصل للمريض، بييجي بعد فترة من الحمل يسقط ويحصل تكرر الإجهاض. فهنلاقي مثلًا من أحد التحاليل اللي هي خاصة بالتجلط، اللي هو تحليل الهوموسيستين. أول تحليل ده هوموسيستين، والتحليل اللي بعد منه برضه خاص بالتجلط اللي هو ميثايل تتراهيدروفوليت ريدكتيز ميوتيشن جين. وفي تحاليل برضه خاصة بالتجلط، خلينا ناخدها من تحت كده: الACL أنتي كارديولايبين، IgG وIgM، والAC ده اسمه lupus anticoagulant. وفي تحليل الANA والأنتي دبل ستراند DNA، دي تحاليل خاصة بالمناعة، وبرضه بتؤدي إلى منطقة خاصة ببعض التجلطات. الأنتي بيتا 2 جلايكوبروتين برضه ده آخر تحليل، في منه نوعين IgG وIgM، برضه خاص بالتجلطات. في بعض التحاليل التانية اللي هي خاصة بالهرمونات، اللي هو الأنتي ثايرويد أنتي بودي، دي برضه موجودة في الروشتة هنا أهو. وهنلاقي برضه من تحاليل الهرمونات اللي في الروشتة دي البرولاكتين، والدهيا اس اللي هو الديهيدرو اندروستيني دايون سلفيت اللي خدناه قبل كده. هو في تحاليل خاصة بالميتابوليك سندروم اللي هو هومو اي ار، مشاكل الهضم ومشاكل السكر ومشاكل التمثيل الغذائي. تحاليل خاصة بالتفاعلات النشطة والمناعة اللي هو السي ار بي والاميلويد اي. الاميلويد اي برضه بيساعد في الحاجات اللي هي الخاصه بالرياكتيفيتي للبادي تجاه بعض الامراض، اهمها طبعا حمى البحر المتوسط وهكذا. طيب في تحاليل برضه خاص بالتجلطات، واللي ظهر بقوة وبشدة في فترة الكوفيد اللي هو الانترليوكين 6. ده برضه ليه انديكيتور في الحاجات اللي هي التجلطات، والحاجات اللي هي خاصة بالابيثيليال او الميوكوزال انجيوتنسين كونفرتنج انزيم وانتي فوسفوليبيد رياكشنز. كل التحاليل دي احنا هنشرحها برضه بالتفصيل في مكانها وفي الكورس بتاعها.